أصحابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. تعالوا نعمل وصفة جديدة لولادنا نحطها لهم في اللانش بوكس يبقوا مبسوطين منها. عندي 3 بطاطسات هرستهم في الكبة، فرمتهم سخنين بعد ما اتسلقوا طبعا بشوية ملح صغيرين، حطيتهم كده في بولة. عندي صدر فرخة واحد بس فرمته فرم ناعم في الكبة، عايزة تزودي براحتك خالص، زودي الاتنين البطاطس والفراخ مفيش مشكلة. حطيت صدر الفرخة كده بس استنيت لما البطاطس تبرد خالص، حطيتها على البطاطس، قلبت بقى كده كله في بعضه. عندي بقى بضاية، عندي فلفل، ملح، توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ، معلقتين فيجيتار، معلقة نشا كبيرة، وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر. اعجن كل ده بقى معايا كده لحد ما اوصل لعجينة. اجيب صينية دهنتها زيت من تحت وحطيت فيها كيس، نزلت فيها العجينة بتاعتي ودهنت ايدي كده بس دهنة زيت، وفردت بيها الناجتس بتاعي. احط كيس كده من فوق واساوي، اخليها كلها حته واحده. اجيب سكينه بقى كده وابتدي اقسمها واحطها في الفريزر. عندي هنا معلقتين دقيق، بضايه، نص كوبايه لبن، لو لقيتيها محتاجه بيض او لبن او دقيق حطي. عندي فلفل اسود، عندي ملح، قلبت كل ده مع بعضه لحد ما تبقى معايا عجينه سايله كده. عندي هنا فيجيتار كريسبي عادي خالص من عند العطار. جبت هنا الفراخ جمدت معايا عشان تبقى سهله ان انا اشكلها، بتطلع معايا بكل سهوله، بس ما يعني حاولي تخليها جمديها اكتر في الفريزر. هحط بقى من الطبقه السايله على الفيجيتار على الطبق اللي هحطه تاني في الفريزر. اعمل تاني كمان واحده احطها في الفيجيتار ده ما تخافيش ما بيبقاش ناشف خالص، بيبقى حلو جدا وطعمه كمان كريسبي ومقرمش. خلصت الكميه كلها احطها في الفريزر قد ساعه كده. جبت بقى الطاسه سخنه، سخنت الزيت، حمرت فيها. للامانه انا ما كنتش محتاجاه كله فحمرت بس عشان اوريكم شكله بيبقى قد ايه جميل، لكن الباقي انا حطيته في علبه وحطيته في الفريزر لما احتاجه هستخدمه. ده كان شكله، شايفين لونه ومقرمش جدا وكمان هش قوي من جوه وطعمه مميز قوي. لازم تبقي حطي كده معلقه شطه لان انا نسيت، في الخلطه بتبقى حلوه قوي. عندي هنا بقى حطي شويه كاتشب وانتي بتقدميه، بيبقى طعمه خطير وحلو قوي. تحطيه بقى في السندوتشات للولاد، حطي عليه كاتشب، حطي عليه مايونيز، حطي كابوتشي، حطي قوطه اللي ولادك بيحبوه. جربيها تعجبكم قوي. بحبكم كتير. باي باي.